سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتسلية فذوقوا العذاب بما كنتم إن تكفرون. الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون كفروا إلى جهنم يحشرون. الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد جميعا ويذرهم في جهنم أولئك هم الخاسرون. للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف أن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لا إله وإن انتهى فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا واعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذا هم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفر منكم ولم تواعدتم واختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. كمن لك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. يريكهم الله في منامك قليلا ولو أريكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة واثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله ورسوله ولا تنازعوا فتبشروا وتنبهوا واصبروا إن الله مع الصابرين. لا تكونوا كالذين خرجوا من دينهم
تكفيرهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض والرأي دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله غفي شديد العقاب. بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا وما فعلناهم بذنوبهم وأهلكنا آل فرعون وكلا كانوا ظالمين. شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. عاهدت منهم ثم ينقضون وعدهم في كل مرة وهم لا يتقون. تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون والله يعلم ما تنفقون من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فإن الله وتوكل على الله إنه سميع عليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لا وأنت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. نبي أن تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون حرث الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز
الأسار يعلم الله في قلوبكم أين جهدكم أين مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم الله عليم إن الحكيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ولا بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورضا كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله بكافرين من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم واعلموا أنكم غير معجز الله يخشي الذين كفروا بعذاب أليم الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم هذا فاتم إليهم أهدى بلا مدتهم إن الله يحب المتقين سبق الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وإن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم يا فاهم تباغلهم أكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فسدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المهتدون تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين أن نفسر الآيات لقوم يعلمون نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وجعلوا في دينكم قاتلوا أئمة فإنهم لا إيمان لهم لعلهم يهتدون تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتشأنا
يعذبهم الله بأيديكم ويظلم ويثنم عليهم ويشفي صدور ما من مؤمن قلوبهم ويتوب الله على ما يشاء الله عليم الحكيم. أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. وكان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم كذلك حبطت أعمالهم وفي النار هم إنما خالدون. يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله يهدي القوم الظالمين. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها وإن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إنسان بالرسول الإيمان أن يتولهم منكم أولئك هم الظالمون. إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الظالمين. نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا والله قد عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين أنزل جنات لم ترها وذلك جزاء الكافرين. ما يتوب الله عباد ذلك على من يشاء الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن انتم إلى فسوف يغنيكم الله من فضله جعل الله عليم حكيم. الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قال الذين كفروا
ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونك كافة واعلم أن الله مستقيم النسيء زيادة في الكفر يضل بالذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ويحلوا ما حرم الله زين الحسود ومالهم الله لا يهدي قوم الكافرين أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم في الحياة الدنيا إلى الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل لا تغفروا يعذبكم عذابا أليما ويستحيي من غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير لا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا العزيز الحكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو اهتدنا لخرجنا معكم يهلكون الله يعلم إنهم لكاذبون الله عنك لما فإن ظلمت يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين كالذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يجاهدون بأموالهم وأنفسهم والله عليم
يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم في ريبهم يترددون. ما شاء الله. الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اخرجوا مع الخائفين. خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يغوانكم من عذابكم سماعون عليم بالظالمين. ابتغوا الفتنة من قبل فغلبوا لك الأمان الهم ظهر أمر الله وأمكانه. من يقول ذلي ولا تفتني في الفتنة تغنوا إن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا اتخذنا قبل ويتولوا وهم فرحون. يصيبنا إلا ما كتب الله. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا معكم أنفقوا ولو كان لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. تلك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله الحياة الدنيا تزهق أنفسهم وهم كافرون. يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يجدون ملجأ أو مغارات هم دخلا لولا إليه وهم يجمعون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن منها رضوا وإن لم يرضوا منها إذا هم يسخطون. ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيهدي الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وفي سبيله فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم يرضوكم الله ورسوله وحق يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله أن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم ويستهزئون
ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يفعل طائفة منكم تأنم طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويعبدون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم واستمتعتم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وأنتم في الذين خاضون أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك الخاسرون يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفقات يعتذر الله بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم من يتولى يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله خيرا به وتولوا وهم معرضون أصابهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما نفوا الله ما وعدوا بما كانوا يكذبون اعلموا أن الله يعلم سرهم فذكرهم أن الله علام الغيوب الذين يلبسون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ويسرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا
وأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لا تنفروا في الحر والنار جهنم أشد حرا لو كانوا يفعلون قليلا وليبقوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولا تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالخروج أول مرة فخذوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استدركهم النار فمخالفتنكم مع الظالمين أتوا بأن يكونوا مع الخوالف أطلع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم لهم الخيرات أولئك هم المفلحون. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك فوز عظيم. المعدلون من الأعراب ليؤذن لهم وبعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون إذا نصروا لله ورسوله وعلى المسلمين من سبيل الله غفور رحيم. الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا لا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لترضى عنهم فأعرضوا عنهم ورثوا جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضى عنهم ويتولوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. بمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لا سيصل بالله برحمته إن الله غفور رحيم. السابقون الأولون
والآل والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأنزل من هذه الليل جدالنا والدين فيها أبدا ذلك الفوز من حولكم من الأعراب مرافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب ثم اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم الناس اعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئهم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعون لأمر الله ما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فنار في نار جهنم والله لا يدخل لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريمة في غلام تعدى غلام عليم حكيم من المؤمنين بأنفسهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو تبرأ منه إن إبراهيم
لهم وأن يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله ثم تاب عليهم ليتوب إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يضعون موضعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يعلونكم من الأفعال وليجدوا فيكم غلة واعلموا أن الله مع المتقين. أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وزادتهم الذين في قلوبهم إيمانا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد فما صرفوا صرف الله غرامهم بأنهم قوم لا يفقهون. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر. تلك آيات الكتاب الحكيم. كان للناس عجبا أننا أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن الأمة مسجد عند ربهم وعلى الكافرين إن هذا لسر مبين. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من جميع الله من بديل ذلكم الله
الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالحسنى والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. والذي جعل الشمس ضياء وقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بحق وسر الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ضربوا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي المجرمين. جعلناكم خلائف في هذه بعدهم لننظر كيف تعملون. تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شاء الله ما دلت عليكم ولا أدراكم به فأتيت فيكم ولم قبله أفلا تعقلون. من افترى على الله كرهنا كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله ما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة قضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه إنما العلم لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكروه في آياتنا وإلا وسلم إن الرسل كذبون ما تنفرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها
بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنها محيط بنا والله مخلصين له الدين لئن أتيتنا بهذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت جامدا من الليل مظلم الملائكة رجالهم فيها خالدون. ثم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم غافلين. تقبلوا كل نفس ما سلفت وردوا إلى الله مولاهم وهم ما كانوا يفترون. من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر حتى يقول اللهم قل فلا تنتهوا يقول الله ربكم حق فماذا مدحم إلا الضلال فأنا كذلك حق دائما تسميك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده إلا ويبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم بينكم. ما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني إن الله عليم بما يفعلون. هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. يقولون انزله قل فأتوا بسورة مثله فذوق عزة من دون الله كان صادقين. كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين
فقل لي عملي ولكم أعمالكم أنتم بريء مما تعملون من يستمعون إليك ما من ينظر إليك إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الناس أنفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم الخزي الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ما نرينك بعض الذين نعيدهم أو نتوفينك إلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون لأمة رسول فإذا جاء رسول قضي بينهم بالقسط لا يظلمون متى هذا الذي كنت صادقين لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل ثم ذنا جاهلا جاهلا فلا يستخيرون ساعة ولا يستقدمون فلا يتنام نهارا ماذا يستجل منه المجرمون قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخزي هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة ثم ذهبوا لذهب وقضي بينهم بالقسط لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ثم أنزل الله لكم من رزق وجعلتم منه حراما وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله الذي يفضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الله الله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء أثر من ذلك ولا أمر إلا في كتاب مبين أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الحياة الدنيا وفي الآخرة هو الفوز العظيم لا يحزنك والله إن الجنة
من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مسلمين في ذلك الآيات لقوم يسمعون. اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إنكم من سماء بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون. يفترون على الله كذبا لا يفلحون. في الدنيا ثم إلينا مرجعكم فنذيق العذاب شديد بما كانوا يظهرون. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وأجركم ثم لا يكن أمركم عليكم أبدا يا أيها الكافرون. توليتم فما سألتكم من إن هي إلا على الله ومن ذلك كذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه ملائكة وكان الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات وما كان ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. بعثنا من بعدهم موسى وهارون يا فرعون ملئهم بآياتنا واستكبروا كانوا قوما مجرمين. ما جاء الله بآياتنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون يا غير ما جاءكم رسول هذا يفلح الصالحون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض فما نحن لكما بمؤمنين. قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. جاء السهرة وقال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح المفسدين. الحق بكلمات ولو كره المجرمون. أمر لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يصلهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا نتبع من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم
تمت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. جاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وعلى بني إسرائيل مبواسهم الله. ورزقناهم من الطيبات فما اعترفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. كنت في شك مما أنزلنا إليك فسل الذين الحق من ربك لا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله وتكونن الخاسرين. الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى ولو شاء ربك لآمن ما في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. انظروا ماذا في السماوات وهذه أمات للآيات والنذر أما بالله يؤمنون. ينتظرون إلا مثل أيام الذين ولا بهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. رسلنا الذين آمنوا كذلك حقت علينا نجزي المؤمنين. أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء لعباده الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وما ضل وإنما يضل عليها وما عليه من حكام. ما يوحى إليك حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم شديد. يرجعكم
استشار ثيابه يعلم ما يسر ما يعلن علينا خلال الزمان. من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها في كتاب مبين. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وإنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا لا تهم به. أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما ينبسها يوم يدين ليس مسافة مهام بهم من كانوا به يستهزئون. أذقنا الإنسان إنا رحمته من زناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسنا ليغفرن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إن الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وجنة. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليك أنزلنا معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتريه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ومن سكت من لا فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل من لا إله إلا هو فأنتم مسلمون. كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من العذاب النار ما عندها فلا تكن بمرية منها إلا رب من ربك عليه لا أسلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول نشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ولا لعنة الله على الظالمين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السماء ما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم ضلالا ما كانوا يبصرون. جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا بنعم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأسمى والبصير والسميع هل يستويان مثلا فلا تذكر
نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشرا مثلنا وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نريكم عليك من فضل ونظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي قومي عليكم أن ألزمكم وأنتم لها كارهون. قوم لا أسألكم عليه أجرا عليه مالا إن أجري إلا على الله وما من ضابط الذين آمنوا إنهم ملاقون ربهم ولكني عليكم من تجدون ويصل إن ردهم فلا تذكرون. أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا إلا وأعلم بما في أنفسهم إني من الظالمين. يا نوح قد جاءت السلام فتجد لنا حكما بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إنما يأتيكم بالله وأنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ويربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي إثامي وأنا بريء مما تجرمون. أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرمون. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قالوا انتصروا منا فإنا نصر منكم كما انتصروا. سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين ولك إلى ما سار على جوار اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ربي الغفور الرحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في بدر يا معين كم معنا أخذتكم مع الكافرين. ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموت فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أغلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت الجندي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن لي من إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
من أهلك إنه عمل غير صالح ولا تسلم ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين بت بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك ومما سنمتع ثم يمسه منا عذاب أليم من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فسر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون لا أسألكم عليه أجر الذي على الذي فطرني أفلا تعقلون واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدها إلى غرفتكم فلا تتولوا مجرمين يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركين آياتنا قولك وما نحن لك بمؤمنين نقول إلا ترك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تؤمنون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تدرون شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وأصحاب السرى واتبعوا أمر كل جنبين غليظ ولما جاء في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم فلا بد لعاد قوم هود يا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد الله في شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني من رمضان وينصرني من الله لزيد بما تزيدونني غير تزيد قوم هذه نعمة الله لكم آية أمروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام
رسلنا إبراهيم بالبشر سلام بال سلام فما لبث أن جاء بالحنين فلما رأى أيديهم لا تصل إلهنا فضحك فبشرناه من وراء إسحاق يا ويلتى آل الدنيا وأنا عجوز وهذا بلي شيخ إن هذا لشيء عجيب أتى جميعا من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا قوم لوط إن إبراهيم لحليم منيب صادقا هذا إنه رجاء ربك إن أمتي مذهب غير مردود لما جاءت رسلنا لوطا سيئا بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عسير فجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء فناديهن لك فاتقنا ولا تطعني في ضيفي أليس معكم رجل رشيد لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي فقوتنا وإلى قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنها مصيبها إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود وما عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد فمدنا قوم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المياه والميزان إني عليكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تخافوا المسلمين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفر في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أناكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلنا ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ربكم ثم تابوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا ربك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ذريا من قبلهم ما تأمرون
آتكم إني عامل سوف تعلمون هيدي أنا ومن هو كاذب واتخذوا إني معكم رقيب جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا أخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين عذاب لمدين كما بهت ثمود موسى بآياتنا وسلطان مبين وغمر به واتبعوا أمر فرعون أما أمر فرعون برشيد يوم القيامة فرعون تهب النار بسبب المال في هذه كانت ويوم القيامة بسبب المرفوع ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم وحسيب ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله إلا ما جاء أمر ربك وما يزيدون ما تسبيح وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن في ذلك لآية لمن قال والآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود نوافله إلا لأجل معدود تكلمون إلا بإذنه فمن السمع والسيف وفي النار لهم فيها زفير وشهيق ما دامت السماوات والأرض إلا ما جاء ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما جاء غير مجنون في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كل لما لا يوفين فاستقم كما أمرت ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وإن الله لا يضيع أجر المحسنين ما كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم اتبع الذين ظلموا ما أخذوا فيه وكانوا مجرمين ما كان ربك لأمر مثل وأهلها مصلحون شاء ربك وجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين رحم ربك ولذلك خلق وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للذين لا يؤمنون عملوا ولا مكانتكم إنا عاملون إلا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر